هو احنا جايين نتعالج ولا جايين ننام؟ ما تنيمينا مغناطيسي احسن. والحقيقه ده كان واحد من الكومنتات او التعليقات اللي انا قريتها بعد ما طلع خبر كده عن ان في دكتوره بتبدا تعالج الناس بالتنويم بالايحاء. ويمكن حاجه من اكتر الحاجات اللي بتخليني مبسوطه او حاسه بانجاز لما ابدا اطبق حاجه هي كانت موجوده في العلم بس الناس ما بتطبقهاش بشكل كبير ويبدا يطلع عنها فيدباك وابدا اخد الاراء من الناس. علشان كده قررت ان احنا ندخل شويه بشكل مفصل عن موضوع التنويم بالايحاء ده علشان تبقوا فاهمين اكتر ايه الفكره وهل الموضوع فيه خطوره ولا لا، وهل الموضوع ينفع نطبقه مع كل الناس ولا لا. وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو النهارده. خلينا نتكلم سريعا كده عن ايه الفرق ما بين التنويم بالايحاء والتنويم المغناطيسي عشان الموضوع ده بدأ يعمل شوية قلق. ببساطة التنويم المغناطيسي أول ما بدأوا يكتشفوه من زمان قوي ملناش دعوة بالتفاصيل، بدأوا يقولوا إن الشخص علشان أبدأ أنيمه مغناطيسي، والجملة دي معناها إن أنا ما ينفعش أعمل تنويم مغناطيسي لنفسي، لازم يبقى في حد بيعمله لي. عشان أدخل في المرحلة دي لازم أدخل في حاجة شبه الغيبوبة، مخي بيبقى ليه قدر بسيط جدا من الوعي بس أنا تقريبا في غيبوبة. طيب اللي قدامي اللي بيعمل لي التنويم المغناطيسي ده هيستفيد إيه لما يدخلني في غيبوبة؟ والحقيقة إن هم كانوا بيستخدموا زمان طريقة التنويم المغناطيسي علشان يبدأوا يتحكموا أو يبدأوا يخلوا الشخص اللي نايم أكثر استجابة للحاجات اللي هم عايزين يزرعوها جواه أو اللي عايزينه يستقبلها أو اللي عايزينه يتفاعل معاها. فكانوا بيدخلوه فيما يشبه الغيبوبة أو حاجة كده كأنه فاقد الوعي، ويبدأوا يدوله تعليمات، يبدأوا يدوله أوامر، يبدأوا يعدلوا جزء معين من سلوكه. ومن هنا نشأ الفكرة أو العلم بتاع التنويم المغناطيسي وانتشر في فترة كبيرة جدا. طب هل الشخص في التنويم المغناطيسي بيبقى نايم خالص؟ لا، بيبقى واعي بس درجة وعي قليلة جدا. شوية شوية بدأ الموضوع يتطور أكتر، بدأ علماء النفس يفهموا أكتر تركيبة المخ، فبدأوا يعرفوا إن الحالة اللي الشخص بيدخل فيها في التنويم المغناطيسي أنا أقدر أوصل نفسي بنفسي لوضع شبيه بيها، وبالتالي محتاجش ان حد ينيمني، محتاجش ان حد يوصلني لحالة معينة علشان يبدأ يتحكم في أفكاري أو يزرع لي حاجات معينة. لا، أنا هعمل ده بنفسي بيدي لا بيدي عمرو. ومن هنا بقى الفروق ما بين الاتنين عبارة عن ايه؟ او التنويم بالايحاء الفرق ما بينه وما بين التنويم المغناطيسي انك تقدر تعمله لنفسك، درجة وعيك بتبقى اكبر، مخك وتردداته بتبقى اعلى شوية من الحالة اللي انت بتبقى موجود فيها في التنويم المغناطيسي. فانت في التنويم بالايحاء ما بتبقاش رايح في غيبوبة ولا حاجة، وبرضه ما بتبقاش نايم، وبرضه بتبقى استجابتك للكلام اللي بيدور حواليك اكتر. لكن الفرق هي في كلمة الايحاء، التنويم بالايحاء. هنا بقى التريك او الخدعه زي ما بيقولوا. افتكر كده معايا كم مره من المرات اللي مثلا وانت ماشي فيها رحت المكان كنت رايحه مثلا مع حد بتحبه زمان، فاول ما استجمعت احساس انك انت افتكرت الشخص ده او افتكرت ذكريات معينه، ابتسمت او حسيت انه انا مبسوط ان انا في المكان ده دلوقتي. والعكس لو رحت مكان كنت متضايق فيه او اتخانقت مع حد بدات تحس ان انا مقفول من المكان ده وانا مش عايزه اروحه. كم مرة مثلا كنت مجرد ما تفتكر ان يا الصيف قرب وهروح البحر وده انا السنة اللي فاتت حصل كذا في البحر، وبدأت تدي لنفسك ايحاءات معينة بحاجات ممكن تحصل او حصلت قبل كده، بتبقى مبسوط ومرتاح والدنيا كويسة. اعتقد ان الحاجات دي حصلت معانا كلنا. وهنا هي دي الفكرة او الخدعة اللي كنت بقول عليها اللي بنوا عليها علم التنويم بالايحاء كله، ان انا ببدا ادي مؤثرات او ايحاءات للشخص اللي موجود او حتى لنفسي لو انا بعمل ده لنفسي علشان ادخل في حاله هي الحاله دي مريحه بالنسبه لجهازي العصبي، مريحه بالنسبه لمخي. فلما ابقى هادي وجميل هيبقى استيعابي للمعلومات اكتر، تحكمي في الواقع اللي حواليا احسن، وهيبقى درجه توتري اقل بكتير. وده افضل حاله تقريبا كلنا بنحاول نوصل لها بشكل يومي. الجزء الثاني بقى في التنويم بالايحاء ليه علاقه شويه كده بمخك، اللي هو ايه؟ اللي هو خلينا ناخد مثل كده، لو انا سايق دلوقتي العربيه بتاعتي على سرعه 220
230 240 اي حاجه من السرعات اللي هي وانا ماشي دي ما ببداش المح اي حاجه من اللي حواليا. وشفت جنينه او عديت على شجره مثلا، هل انا هقدر افسر ملامح الشجره دي عامله ازاي؟ فيها ورد ولا لا؟ طب لو عديت على محل هقدر اقول المحل ده كان اسمه ايه او بيبيع ايه؟ غالبا لما بنبقى سايقين بسرعه كبيره جدا ما بنقدرش نلقط التفاصيل البسيطه وما بتثبتش في مخنا. طب لو انا ماشي مثلا على سرعه 100 90 80، لو انا ماشي على سرعه 30 مثلا، في اللحظه دي انا هبدا ادقق او هيبقى عندي الوقت الكافي اللي المح فيه شويه تفاصيل. ده انا عديت على مدرسه وكان اسمها كذا وكانت ابتدائي ولا اعدادي، ده الجنينه دي كان فيها شجرتين ونخله والشجره كان فيها ورد احمر مثلا. يعني لما بنبقى ماشيين على سرعه بطيئه بيبدا المخ يلقط حاجات معينه ويركزها ويقدر يفتكرها. فمخنا بالظبط زي موتور العربيه، الطريقه اللي بيشتغل بيها مخنا بدون الدخول في تفاصيل هي عباره عن لفات، كانه بيلف كده زي موتور العربيه. فلو انا مخي بيلف بسرعه جدا، وده بيحصل في حالات الغضب الشديد، اوقات كتير بنسمع كلمه ده ما كانش شايف قدامه، ده هيشوط اي حد مجرد ان هو متضايق او غضبان. في حالات الغضب الشديده قوي كده المخ بيبقى بيلف بسرعه عاليه جدا، ما بيبقاش قادر يحكم على موقف بشكل صحيح، بيبقى متوتر جدا، ما بيبقاش قادر يفكر كمان. لو حصل موقف ضايقني وانا بدات اتعامل مع الموقف ده بهدوء شويه، خليت مخي يلف او لفات الموتور بتاعته تبقى اقل، هقدر اتصرف في الموقف بشكل زي ما بيقولوا كده اكتر حكمه. هقدر ادرس الموقف بشكل تفصيلي، ايه الاسباب اللي خلت ده يحصل، اقدر اتفادى ده ازاي، طب احل المشكله دي ازاي، اقدر القط شويه تفاصيل كده واقدر اعود نفسي على ان الموضوع ده بقى عادي، ما بقاش باكل وبهري وبنكت في نفسي. ازاي بقى اقدر اوصل بمخي ان هو يبقى ماشي على سرعه 30 او 40 او 60 مش 220؟ هو ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو الجاي.